2 سنتيمترا هو طول لاعب كرة السلة السابق فيض العيساوي من أهالي محافظة النجف، ما أهله لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية كأطول رجل في العراق وثاني أطول رجل في العالم. دخلت موسوعة جينيس العالمية في عام 2008 ولحد 2011. أول اختبار صار في لندن، والثاني في تركيا، والثالث في إسبانيا، وأخذت الموسوعة العالمية بأطول رجل بالعراق والثاني أطول رجل بالعالم. والذي وصلنا لهذه المرحلة الطول 2.30 متر. تنقل فيض بين العديد من أندية كرة السلة في عدة محافظات عراقية قبل أن يتوقف عن اللعب بسبب الإصابة كما يقول. لاعب سلة، لاعب منتخب، وعدة أندية. أول نادي دخلته في عام 2001 نادي الرافدين، من بعده نادي الخورنق قضاء المناظرة، والناب حولت إلى نادي التضامن، ومن نادي التضامن إلى نادي بابل، ومن نادي بابل إلى نادي الكهرباء. العيساوي البالغ من العمر 22 عاما أعطاه طوله الفارع شهرة واسعة ومكنه من الوصول إلى ما لا يستطيع الآخرون الوصول إليه إلا بمساعدة أشياء أخرى، لكنه يسبب له الكثير من المشاكل خاصة في اختيار الملابس والأحذية وفق مقاسات خاصة به، وحتى في ركوب السيارات أو دخول المحال التجارية أو البيوت أو المقاهي، وهو ينام على الأرض إذ لا يوجد سرير على مقاسه، وإن وجد فليس في بيتهم متسع له. الملابس مو مشكلة عنده، بس المشكلة الكرم السامع الحذاء اللي البسها. البس 52 سام محرومه، السايبه وغيرها، التاكسيات النزل الجديد كله ما صعد فيه. تقول البيت تنام على قرية ولا على القاع؟ لا على القاع. يا قرية ولا تاخذ 7 امتار. لجنة الشباب والرياضة في مجلس محافظة النجف أكدت أنها التقت العيساوي مرارا وقدمت له الدعم، معربة عن الأمل في أن يعود إلى ممارسة الرياضة كي تتمكن من تقديم مزيد من الدعم له، كونه يمثل رمزا للعراق في موسوعة جينيس العالمية. نحن استقبلناه أكثر من مرة وقدمنا له أكثر من مساعدة مالية باعتباره هو يشكو فقر حاله. نحن أيضا على أتم الاستعداد أن إذا يعني تقدم لنا كمشروع لمجلس المحافظة من خلال لجنة الشباب والرياضة كدعم كمثال للطول، ولأنه دخل الأرقام القياسية في جينيس، نحن مستعدين ندعمه بالمال والدعم المعنوي المناسب إن شاء الله. ويقول العيساوي إنه يمارس نشاطات اجتماعية بعيدا عن السياسة قريبا من الرياضة. راج نصير، الحرة، النجف الأشرف.